بسبب الإصابة موجود في كرسي الاحتياط. منتخب الجزائر بلباسه المعتاد الأبيض أمام عشاقه وجماهيره، ولو أنهم لم يكونوا كثر في هذه الأمسية طبعا، ربما بسبب الدخول الاجتماعي الذي كان اليوم في الجزائر، ربما أيضا بسبب أهمية هذه المباراة لأنها أمام منتخب لوزوتو. المنتخب الجزائري ضمن التأهل للنهائيات من زمان. الارسنال أول مباراة تلعب، من هناك تسديدة هايلة وبغفاف والصفاي محرز باليمنى. اليمنى ليست كما اليسرى من رياض محرز. المحاولة الأولى كاد إسلام بالراس أن يفتح مجال التسجيل. هاي كرة جول لصالح فوزي غلام. كنت أتحدث عن كرسي الاحتياط، بالإضافة إلى ياسين بنزية لاعب ليل لعب مباراتين فقط، إضافة إلى سفيان هني وسط ميدان أو مهاجم نادي أندرلخت لعب مباراة واحدة، بالإضافة إلى أسماء كثيرة جدا على غرار سفيان فغولي وغزال ومندي وابراهيم الموجود في كرسي الاحتياط. الكرة في المخالفة من رياض، يركز كثيرا، سيتولى التنفيذ مباشرة. رياض هايلة، الكرة مقوسة كما ينبغي من رياض بودبوز، مرت على يسار الحارس مخيلي حارس مرمى منتخب مملكة اللوزوتو، كامرونيين ولا النيجيريين وغيرهم. رياض محرز فتوا الكره بعيده تماما. محرز مع بودبوز، محرز عنده الكره يلعبها لرياض بودبوز، بودبوز لرياض. الطريق امامك يا رياض، الطريق امامك نحو المرمى يا رياض. كان يبحث على اسلام، ابحث عن اسلام في ليستر، لكن هنا ابحث عن الشباك قبل اسلام عندما تتاح لك الفرصه. رياض بودبوز بالتمريره الممتازه في اتجاه رياض محرز، لم يكن في وضع تسلل متسع من المكان امامك باليمنى. الطريق مفتوح يا رياض، طلبها اسلام. رياض والتوزيع الركنيه والدفاع لرياض محرز. رياض محرز والكره الهائله من هناك لهلال. مجاني خرج الكره هذه. هلال مرة ثانية جول. كارل مجاني في وضعية مدافع، وهلال العربي السوداني في وضعية مهاجم. يقول لمجاني هكذا تسجل الاهداف يا كارل. الهدف رقم 19 بالنسبة لهلال العربي السوداني في 38 مباراة. هلال لاعب دينامو زاغريب يفتح مجال التسجيل عند الدقيقة 9. أول أهداف ميلوفان رايفاتس مع منتخب الجزائر. هلال العربي السوداني يفتح مجال التسجيل عند الدقيقة 9. سنشاهد مهرجان من الأهداف اليوم أكيد في هذه المباراة أمام مملكة اللوزوتو. مجاني أخرج الكرة هذه مباشرة لهلال، حطها هلال باليسرى وسددها باليمنى. جول في الجهة اليمنى من لوتبي وموكيلي. جول للمنتخب الجزائري أمام لوزوتو في الدقيقة 9 منذ انطلاقة الشوط الأول من هذه المباراة. طبعا طبيعي أن اللاعب مركز للخضر من جهة رياض محرز على الجهة اليمنى. هلال يتحول إلى قلب هجوم ثاني، يعني من حيث صناعة اللعب كان سجل تايدير في المباراة السابقة هدف ولا أروع بمثل هذا الشب، تقريبا بمثل هذه الصفة ركنية خارجة تماما. سفير تايدير من بعيد سددها بقوة. هاي لعادة مرة ثانية رياض بودبوز. واو واو لو 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 جاءت في الشريمة. المنتخب الجزائري في تنفيذها رياض محرز. رياض يستعد، رياض جول عالمي هذا الجول يا رياض. جول 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 جول. من اين لك كل هذا يا رياض؟ حطها في الزاوية التي يسكن فيها ابليس، في الزاوية التي لا تصد ولا ترد. رياض محرز يسجل هدف من اروع ما يكون. اقل ما يمكن ان يقال عنك انك رائع. الجزائر صار لديها من ينفذ الكرات الثابتة. رياض محرز او رياض بودبوز، فوزي غلام او سفيان فغولي او ياسين ابراهيمي، الخيارات كبيرة لرياض. يسجل هدف ولا اروع، وكأنه حطها بيده في الزاوية اليسرى من مرمى الحارس من كرة ثابتة. هدف من اروع ما يكون، وكرة لا تصد ولا ترد ابدا، لا يمكن ان يصدها او يردها. متعة في مشاهدة اهداف مثل هذه وهي تسجل، متعة ونحن نشاهد رياض وهو يسجل مثل هكذا اهداف، لانها تساعد معنويا على خوض مباريات الدوري الانجليزي. فوزي غلام راح خلى رياض محرز وسفير تايدير، وايضا كذلك اختصاصي في تنفيذ الكرات الثابتة سفير تايدير. سفير ورياض، يبدو ان سفير خلاها، يبدو ان رياض خلاها لسفير في تنفيذ هذه المخالفات. تايدير
أوب 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 جول. يا سلام، هدف ينسينا في الآخر. براعة ومهارة ودقة وإبداع عند رياض وعند سفير. الأولى في الجهة اليسرى التي يسكن فيها إبليس، والثانية في الجهة اليمنى التي يسكن فيها الشيطان. هدف ثالث ولا أروع من سفير طايدر. رياض بودبوز رائع ورياض محرز أروع، وسفير طايدر أروع من الرائعين. هدف ثالث عند الدقيقة 25. يا سلام عليك، ثلاثية رائعة. جميل جدا أن يكون لديك منتخب يحسن تنفيذ الكرات الثابتة، لأن الكثير من المباريات تلعب على كرات ثابتة وتلعب على تفاصيل صغيرة. المخالفات هي جزء من التفاصيل الصغيرة. يا سلام على المتعة وعلى الدقة والبراعة يا سفير. حطها في الزاوية اليمنى، جول تبوز. الريال مازال، شوف ماذا يفعل، شوف ماذا يفعل، شوف ماذا يفعل. رياض ثم مهدي زفان، ما زالت عنده الكرة. مهدي زفان بيسرى يرفعها بعيدة تماما لإسلام، يرجع هلال. إسلام وهلال ثنائي، والكرة ما زالت عنده الكرة. فوزي غلام يخرج من المراقبة، رجع للخلف تماما لنبيل بن طلب. نبيل والكرة العرضية البعيدة لإسلام. حذاري يا إسلام، حذاري يا إسلام بظهرك لما يأتي الحارس خلفك. نحن من الاسباب اللي خلات رياض وخلات هلال متحررين شويه، لانه الرقابه لاصقه على اسلام، صار على كل لسان بعد ما وقع في ليستر ب 35 مليون يورو. طبعا يعتقدوا بانه الجزائر فقط اسلام، الاسلام سليماني. الجزائر هي كل هذه المجموعه. نعم اسلام عنده وزنه، ولكن اذا المباشر في اتجاه اسلام، دخل اسلام، راح اسلام. جول. جول. إسلام سليماني قد لا يسجل اليوم بعد هذه. هاي الإعادة تبعها كما ينبغي أمام الحارس. أوب، ضربت في القائم. تشجيعات كبيرة من جماهير المنتخب الجزائري لإسلام سليماني رغم تضييعه لهذه الكرة. ما يضربهاش يعني تدخل في الشباك. اسلام دخل وتوجيعه ممتازه وجول. جول جول جول. اسلام لم يسجل، ولكنه مرر الهلال لكي يسجل. جول رابع عند الدقيقه 39. يا لها من متعه ويا لها من فرجه ويا لها من اهداف تسمح للاعبين بان تكون معنوياتهم مرتفعه بهذا الشكل، ان يسجلوا بهذه الكثافه وبهذه البراعه. هلال العربي السوداني يسجل ثنائي اليوم، يصل الى الهدف رقم 20 في 37 مباراه. اسلام حطها له بالمليمتر وبالسنتيمتر حتى فوق راس هلال. من اسلام لهلال ومن هلال الشباك. جول 4-0 صارت النتيجه. رائع انت يا اسلام، دقيقه بعد تضييعك ها انت تمرر، تسمح لهلال بان يسجل رباعيه. صارت النتيجه الان ثقيله 4-0 للمنتخب الجزائري امام مملكه اللوزوتو. لا روعه هلال، لا يضيع في اماكن وظروف مثل هذه. هلال يبقى دائما سلاح من اسلحه اي مدرب في المنتخب الجزائري، يمكن ان يستعمله متى ما شاء وكيف ما شاء. الكره ترجع للخلف. لاعب طبعا نادي دينامو زاغريب اللي يلعب رياض بودبوز. انت لست محظوظ يا رياض بودبوز اليوم، قد لا تسجل لا انت ولا اسلام. اليوم يوم رياض محرز، واليوم يوم هلال العربي السوداني وغيره من اللاعبين. اما رياض بودبوز واسلام سليماني لم يوفق في التهديف لحد الان على مدى 45 دقيقه منذ انطلاقه الشوط الاول من هذه المباراه. اسلام سليماني كاد يلحق بهذه الكره. اسلام التسديده من رياض محرز. ضربه جزاء. فرصتك يا اسلام يا سليماني. رياض محرز يراوغ ضربة جزاء. يقول حكم المباراة في الوقت بدل الضائع. فنان انت يا رياض، ولا واحد يعرف ماذا تفعل بالكرة. رياض بودبوز ام اسلام سليماني. طبعا اللي ما سجلش يسجل الان، اللي عمره ما سجل لازم يسجل اليوم، واللي عمره ما سجل الان مع المنتخب في التشكيلة الحالية هو مهدي زفان. البقية كلهم فازوا. مراوغة بالبراعة. ضربة جزاء لا غبار عليها، صفرها الحكم. رياض محرز خلاها مباشرة لرياض بودبوز. اسلام
نفع الحكم رياض بودبوس في تنفيذ هذه رمية الجزاء. سجل هدف واحد في 23 مباراة. رياض يستعد رياض بودبوس، إذا لم تسجل ستخرج مع نهاية هذا الشوط الأول، ليس لأنك لم تسجل. رياض بودبوس يستعد وتسجل جول. 5-0 صارت النتيجة للمنتخب الجزائري. الحكم صفر نهاية هذا الشوط الأول بتفوق عريض وطويل لا غبار عليه للتشكيلة الجزائرية التي سجلت من كل الأماكن وبكل الطرق 3 كرات ثابتة ولعبتين. 5-0 في النتيجة للمنتخب الجزائري أمام مملكة اللوزوتو في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس إفريقيا في ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة. أعود والتقي بكم بعد حين بإذن الله تعالى. الأخضر وضيفيك الكريمين، تفضل إليكم الخط بعد الحدث. فاضل نرحب بكم. ياسين ابراهيمي ياخذ مكانه في بدايه هذا الشوط الثاني في مكان رياض بودبوس بعدما سجل هدفه الثاني مع المنتخب الجزائري. ياسين ابراهيمي صاحب مباراه رقم 29 مع منتخب الجزائر، 7 أهداف سجلها، مهاجم نادي بورتو وليس ايفرتون مثل ما كنا نتوقع. ممكن جدا ان يغادر في ميركاتو الشتوي المقبل، ممكن في الصيف المقبله. ياسين ابراهيمي وصل الى درجه يجب ان يرحل عن البرتغال. نغلق القوس ونفتح قوس. الشوط الثاني من مباراه الجزائر لسوتو 5-0 نتيجه الشوط الاول. حبيب مررها لياسين ابراهيمي اللي يطلبها في العمق، يسترجع فوزي غلام، عنده الكره، هيله ممتازه لياسين، ما تسلل ام لا؟ ياسين في وضعيه تسلل، قال الحكم كرة ممتازة في اتجاه ياسين. حكم المباراة قال وضعية تسلل في نهاية المطاف من ياسين ابراهيمي. طبعا تعب كثيرا في الايام القليلة الماضية ذهابا وايابا بين بورتو والجزائر، ضغوطات فنية. لا لا لا, لا ما فيش تسلل ابدا ابدا ابدا. عند انطلاق الكرة ابدا لم تكن هناك وضعية تسلل. حكم المساعد طبعا في تقديره كان في وضعية تسلل. كرة بعيدة من هناك على الجهة اليسرى، البحث عن براون، يلحق الكرة يلعبها في العمق ولكنها بعيدة تماما. وضعية تسلل أخرى لصالح الرئيس وهاب مبولحي حارس المنتخب الجزائري، الذي كرة في الركنية لصالح المنتخب الجزائري، يطلبها ياسين يا إبراهيمي، يبحث عن إسلام. لست محظوظ اليوم يا إسلام، لست محظوظ اليوم يا إسلام. كرة بالراس مرة جانبية بعيدة. ثانية فوزي يبحث عن راس اسلام، لا رائع، كاد يقطع لها الطريق الكرة هذه وياتي الهدف السادس للمنتخب الجزائري. توزيعة كانت رائعة من فوزي غلام في وسط الميدان. الكرة ياسين ابراهيمي في تنفيذ هذه المخالفة لصالح المنتخب الجزائري. كاد هلال العربي السوداني يسجل ثلاثية تاريخية اليوم بالراس. الكرة هذه من ياسين في اتجاه هلال. اصطدم به شوية كادمون. أن يتكرم عليها لاعبو المنتخب بتسجيل هدف سادس وسابع. كرة من هناك على الجهة اليسرى صعبة وخطيرة لصالح منتخب اللوسوتو، والدفاع يدخل مسافة الخطورة والتسديدة فوق المرمى. الكرة بعيدة تماما قبل اللاعب كاميلا جيريما. إذا كانت المتعة في المدرجات نتمنى أن المخرج يعطينا صور عن المدرجات التي لم تكتظ عن آخرها اليوم، نشوف التجاوب الجماهيري كل بقاع الجزائر. توزيعة ممتازة وتدخل من إسلام. رياض محرز يسجل ثنائي اليوم. رياض محرز ينعش المباراة ويسجل الهدف السادس لصالح المنتخب الجزائري. هدف سادس للمنتخب الجزائري وهدف سادس لرياض في 25 مباراة مع المنتخب الجزائري. هنا انتعشت المباراة بعدما انتعشت جماهير ملعب مصطفى تشاكر التي طالبت لاعبيها بأن يستفيقوا شوية ويمنحوهم متعة مشاهدة هدف سادس وسابع وأهداف أخرى لما لا. قبل ربع ساعة من نهاية المباراة هلال العربي السوداني
على الجهة اليسرى يطلع كالهلال ويوزع كرة في اتجاه الرياض محرز الذي لا يتوانى في تسجيل هدف سادس. ثنائية اليوم لرياض وثنائية لهلال، واحد لرياض بودبوز واخر لسفير طيدار. 6-0 صارت النتيجة لصالح المنتخب الجزائري. كرة اهداف